بعد الفندق اللي انت هتشوفه معايا النهارده ده، ما اعتقدش ان انت هتقعد في فندق في حياتك غير الفندق اللي احنا فيه ده. وقبل كده ما نخش في اي تفاصيل، انا عايز اقول لك ان الفندق ده هو الوحيد في مصر كلها والشرق الاوسط اللي معمول على الطراز العربي، مناسب جدا لشهر العسل والناس اللي بتحب التصوير. من اول ما بتخش الفندق بتحس ان انت رجعت بالزمن ايام الف ليله وليله. ومش بس كده، ده كمان اخد رقم 52 على مستوى العالم. وكل تفصيله هتشوفها في الفندق ده فهي معموله هاند ميد، وده الفندق الوحيد اللي انت تحس فيه ان كل حاجه مصريه 100%. والفندق ده اسمه سيري بيتش، وطلعت الرحله دي مع شركه اوتيليانا ترافل، ومع احترامي لكل شركات السياحه اللي في مصر بس الشركه دي مختلفه عن اي شركه ثانيه. واحد يجي ويقول لي طب ايه مميزات الفندق ده يا عم خالد؟ اول حاجه كده ولازم نديها حقها، الغرف يا جماعه بتاعتهم مش طبيعيه، مساحات بسم الله ما شاء الله، ده غير الالوان بتاعتها مش طبيعيه، وكل الغرف الفيو بتاعها يا البحر يا البول. فما اعتقدش كده ان في سبب واحد ما يخلكش تحجز الفندق ده مع اوتيليانا ترافل، ده غير ان الفندق ده فيه اكتيفيتي كتير زي اليوجا والكاياكي والبادل والسيت بتاعت الوداع، والاهم من كل ده بقى السبمارين، غواصه تحت الميه اكنك ماشي مع السمك. بالمناسبه كده نسيت اقول لك كمان ان الشاطئ بتاعهم رملي. اما بالنسبه للاكل فبيناسب كل الاذواق، اذا كان شرقي او غربي، بسم الله ما شاء الله في تنوع رهيب في الاكل اللي من كذا بلد. ونسيت كمان اقول